السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخوكم علي من تونس. إذا زلت مواصلة الحديث عن إنتاج الحسون والكناري، سوف نتطرق اليوم أخواني إن شاء الله للحديث عن موضوع آخر يهم طيور الحسون. سوف أقدم لكم إن شاء الله بعض النباتات التي أعتمدها لإنتاج الحسون. قدمت في الفيديو السابق عن طريقة تجهيز الحسون ووضعت لكم بعض النباتات، واليوم إن شاء الله سوف أقدم مجمل النباتات إن شاء الله التي يمكننا تقديمها لطيورنا خلال فترة التجهيز أو ما قبل فترة التجهيز أو خلال فترة تسقيق الأنثى للفراخ. إخواني، هنا نجد بعض النباتات التي يمكننا أن نقدمها، مثل هذه النبتة الذي أمامكم. هذه هي النبتة الذي أمامكم، تنبت في الحقول كما تشاهدون. هذه هي النبتة، عندها أسامي مختلفة، كل دولة نقوم بتسميتها باسم مختلف، لكن كما تشاهدون هذه النبتة أمامكم في الصورة. أخواني، هذه النبتة يمكننا تقديمها لزوج الحسون، وهي نبتة جيدة جدا ويتغذى عليها الحسون ويمكنه أن يغذي بها فراخه. كما تشاهدون إن شاء الله تكون النبتة واضحة أمامكم. كما تشاهدون هذه النبتة، هذه هي الأوراق أمتاحها، هذه هي الأوراق كما تشاهدون، وهذه هي إخواني البذور نجدها من الداخل. هناك بذور داخل هذه النبتة يأكلها الحسون كما تشاهدون. أخواني، هذه هي النبتة أمامكم. إذا وجدتموها فلا تبخلوا أخواني بتقديمها إلى طيوركم، فهي مفيدة للغاية. أخواني، كما تشاهدون هذه هي بشكل أوضح، تنمو إلى تصل طولها إلى أكثر من متر وأكثر من متر ونصف. كما تشاهدون هذه هي النبتة أخواني أمامكم. كذلك أخواني هناك هذه النبتة، هناك بعض الحساسين الذين يأكلونها، هناك حساسين لا تقوم بأكلها. هذه النبتة أخواني هناك بعض البذور نجدها داخل هذه النبتة كما تشاهدون. أخواني، هناك نوعين مختلفين من نبتة الحريقة أخواني، نبتة القريص. كما تشاهدون هناك نوعين مختلفين، يوجد هذه تأكلها الطيور وتحب، هناك أيضا نوع آخر كما تشاهدون. هذه هي أمامكم، تلك البذور تأكلها الطيور. كما تشاهدون أخواني في هذا الحقل هناك العديد من الطيور من الذي تعتبر من عائلة الحسون وهي عائلة الشرشوريات. كما تشاهدون هناك بسبوس في هذا الحقل، وهناك طائر الخضري، وهناك العديد من الطيور التي تعتبر من عائلة الشرشوريات التي كذلك ينتمي إليها طائر الحسون. أخواني، لذلك أخواني هذه النباتات يتغذى عليها طير الحسون ويحبها كما تتغذى عليها بقية الطيور الأخرى. أخواني، إن شاء الله تكون صورة واضحة أمامكم أخواني لهذه النبتتين. النبتة الأولى التي أريتكم إياها، ونبتة الحريقة، نبتة القريص معروفة أظن لدى الجميع، وهي تنمو في الحقول وتنمو على أطراف الطرقات وتنمو في العديد والعديد من الأماكن. إخواني، كذلك سوف أقوم لكم بالتصوير أمام النباتات الأخرى التي أقدمها لطيور الحسون إن شاء الله. كذلك أخواني لا نستغنى عن نبتة أساسية في تجهيز وإنتاج الحسون، وما كما تعلمون دوما أتحدث عنها، هذه النبتة اللي هي إخواني نبتة التفاف. إخواني، هذه إخواني نبتة التفاف أمامكم. هناك بذور يأكلها الحسون كما تشاهدون أمامكم. وهذه النبتة إخواني جيدة جدا في تجهيز الحسون، وتقوم الأنثى بإطعام فراخها أيضا بهذه النبتة، وهي تساعد على تجهيز كل من الذكر والأنثى إخواني، وهي جيدة جدا وعلينا ألا نستغني عليها أبدا. هذه النبتة من أهم النباتات التي نقدمها خلال هذه الفترة إخواني. إذا وجدناها نقوم بتقديمها إلى طيورنا ولا نستغني عنها. الآن سوف نقوم بجمع قليل من التفاف وقليل من هذه النبتة أيضا وقليل من النباتات التي تهم طيور الحسون. كل نبتة إن شاء الله سوف أقوم بتصويرها. خليكم كذلك معنا. أخواني لا نستغنى عن هذه النبتة، نبتة الشوك، معروفة لدى العديد من المربين. هذا وقتها الآن.
يجب علينا أن نقدمها للطيور الحصين. كذلك هناك البذور داخل النبتة، كذلك هناك حشرات نجدها داخل النبتة يتغذى عليه الحصون، مثل هذه الحشرة التي أمامكم في الفيديو مثلا، يتغذى عليه الطائر أيضا. جيدة جدا هذه النبتة أخواني، لا تستغنوا عنها، كلما وجدتموها قدموها. الآن يكون وقتها شهر آخر أو شهرين بالأكثر لا تعود هذه النبتة موجودة، وستنبت نبتة أخرى إن شاء الله يمكن تقديمها إن شاء الله، سوف أصورها لكم. لكن كما ذكرت هذه النبتة جيدة جدا يا إخواني، كما تشاهدون في الصورة واضحة أمامكم كما تشاهدون. هذه هي إخواني، انظروا لتلك الحشرات داخل النبت إخواني، تلك الحشرات أيضا يتغذى عليه الحسون إخواني كما تشاهدون. إن شاء الله تكون واضحة أمامكم. كذلك أخواني لا تستغنوا عن هذه النبتة، وإذا وجدتموها فقدموها أخواني. خليكم معنا في الفيديو وإن شاء الله سوف أصور لكم بعض النباتات الأخرى. كذلك أخواني هناك هذه النبتة يأكلها الحسون، هي شبيهة بالجرجير لكن ليست جرجير، هي شبيهة بالجرجير كما تشاهدون. البذور متاعها عندما تشاهد تقول أنها جرجيرة لكن ليست جرجيرة كما تشاهدون. هذه النبتة أخواني لكن ليست بجرجيرة كما تشاهدون. هذه النبتة يأكلها الطائر، إذا وجدتموها فقدموها. تلك الأوراق في الأسفل إخواني، هذه النبتة كذلك جيدة جدا وتساعد على تجهيز الذكر والأنثى بإذن الله، ويحبها الطير ويأكلها. إذا وجدتموها إخواني فلا تبخلوا بتقديمها إخواني. هذه هي النبتة، ليست بجرجير إخواني، شبيهة بالجرجير لكن ليست بالجرجير، من نفس عائلة الجرجير تقريبا، لكن ليست جرجير المتعارف عليه، لكن من نفس العائلة تقريبا. هذه النبتة إخواني إذا وجدتموها فلا تبخلوا بتقديمها لطيوركم، فهي تحتوي على العديد من الفوائد للطيور إخواني. إن شاء الله سوف أصور لكم الجرجير الآن إن شاء الله، سترون هناك اختلاف بسيط إن شاء الله. خليكم معايا في الفيديو. وهذه إخواني نبتة الجرجير المعروفة عند أغلب المربين، كذلك لا نستغني عنها ونقدمها لطيورنا. هذه النبتة الجرجير شبيهة بالنبتة الأخرى لكن سبحان الله من نفس العائلة لكن ليس نفس النوع. هذه النبتة إخوان إذا وجدتموها قدموها، فهي تساعد على تجهيز الذكر، وكذلك إخواني تساعد على تجهيز الأنثى. وهذه النبتة يعتبرها طائر البسبوس كطعام أساسي في البرية للتجهيز وإطعام الفراخ وكل شيء. لذلك أخواني لا تستغنوا عنها وقدموها للحسون إذا وجدتموه. حسون يأكل الأوراق ويأكل كذلك البذور الموجودة هنا. هذه هي إخواني النبتة. كذلك إخواني هناك نبتة القزاز، إذا وجدتموها قدموها. للأسف لم أجدها الآن، أمرني صورتها لكم، أظن أنكم عدد منكم ابحث عنها في جوجل ستجد الصورة تاعها. إذا وجدتموها نبتة القزاز فقدموها لطيوركم، فهي جيدة جدا إخواني. هذه هي إخواني بعض النباتات التي أقدمها لطيوري خلال هذه الفترة، فترة الإنتاج والتجهيز وتسقيق الفراخ. هذه هي إخواني النباتات الآن سوف أقدمها للطيور. والآن إخواني بعد جمع كل البذور نقدمهم إلى الطيور، وهذه لمحة صغيرة عن جميع البذور الذي قمنا بقطفهم في هذا اليوم. كذلك هناك نبتة القريص، هناك نبتة الشوك، هناك هذه النبتة، هناك نبتة الجرجير، هناك النبتة التي شبيهة بالجرجير، هناك كذلك نبتة إخواني التفاف، ذلك هناك نبتة التفاف إخواني. وهذه هي لمحة صغيرة عن النباتات التي أقدمها الطيور في هذه الفترة إخواني. كما تشاهدون الطيور تقريبا كل هذه الفترة تأكل في النباتات البرية، تقريبا كل هذه الفترة تأكل في النباتات البرية، حتى كمية البراقة التي أضعها لها تظل كما هي، فهي تعتمد بالأساس على هذه البذور. النباتات البرية تعتمد عليها كل هذه الفترة كطعام أساسي، وهي جيدة جدا، وهذا يرجع بالإيجاب على طيورنا وعلى الإنتاج أيضا. لذلك أخواني يعتبر النبات البري سر من أسرار إنتاج الحسون، صدقوني يعتبر من أهم الأشياء التي علينا ألا نبخل في تقديم طيورنا، فهي خيرا كثيرا من تلك البذور التي تقوم بشرائها
بكثير خير برشا البذور الطبيعية، والنباتات البرية خير بكثير من البذور التي تقوم بشرائها من محل الطيور. كما تشاهدون طيوري تقريبا الآن كل هذه الفترة تعتمد على النبات البري كطعام أساسي إخواني، تقوم بإطعام نفسها بهذه النباتات، فقد استغنت تماما عن البراقة، استغنت عنها تماما، لأن أخواني هذه النباتات تعتبر من أهم الأشياء التي تساعد في إنتاج الحسون، لذلك لا تبخلوش في تقديمها لطيوركم كلما وجدتموه. هذا أخواني شنو حبيت أقدم لكم اليوم، حبيت نشارككم بهذا الموضوع البسيط. يعني تقريبا كل أسبوع أقوم بجمع النباتات البرية، كل أسبوع كل يوم أحد تقريبا أذهب وأقوم بجمع النباتات البرية وأقدمها لطيور تكفي لمدة أسبوع. النباتات التي جمعتها في الأسبوع الفارط لا زالت موجودة أثارها، كما تشاهدون هنا التفاف من الأسبوع الفارط، كذلك نبات الشوك من الأسبوع، هناك بعض النباتات من الأسبوع الفارط، تكفي الأسبوع كامل النباتات التي أجمعها وأقدمها للطيور، وتتغذى كامل الأسبوع على النباتات البرية إخواني. وهذا من أفضل النباتات، من أفضل الأشياء التي تقوم بتقديمها لطيوركم. هذا اخواني شنو حبيت اقدم لكم بالنسبه اليوم. ما تنساوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، اللايك للفيديو لنستمر في تقديم المزيد ودعما لنا ان شاء الله. كل معلومه سوف اشاركها معكم، نزل عديد هناك من الفيديوهات ان شاء الله، فتابعونا. هذا اخواني شنو حبينا نقدمه اليوم، والسلام عليكم. كان معكم اخوكم علي.